بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا، أصدقاء قناة وظائف ولاد بلدي، في فيديو جديد من على صفحة وزارة العمل اللي هي كانت وزارة القوى العاملة، واسمها دلوقتي وزارة العمل المصرية. في البداية بفكر حضرتك، لو انت لسه مش مشترك معانا في القناة، ياريت تشترك عشان يوصلك كل جديد، وفعل الجرس ودوس لايك للفيديو لو عجبك، وياريت تعمل شير لكل اصحابك في اسيوط. الاعلان ده خاص باصدقائنا في محافظة اسيوط، وتفاصيل الاعلان بتقول: وزارة العمل بتعلن عن فرص عمل في 4 فروع لمؤسسة التضامن الأصغر لفتيات أسيوط. طيب، الخبر زي ما انت شايف كده: بالتعاون مع مديرية العمل بأسيوط، تعلن مؤسسة التضامن للتموين الأصغر عن أيام مفتوحة للتوظيف بالمحافظة. عايزين إيه؟ عايزين أخصائي تمويل من محافظة أسيوط في فرع أسيوط، وفرع أبنوب، وفرع الجوسية، وفرع ديروت أو القوسية. احنا صعيدة بنقول عليها الجوسية وديروت. الشروط: القدرة على العمل الميداني، 2 مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط. آه، تقيم بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشح للعمل بها. السن من 18 إلى 35 سنة. التواصل على الأرقام 010-249-56781 أو 012-80-43-4414. التسجيل لمحافظة أسيوط من خلال الرابط اللي موجود قدام حضرتك، اللي احنا شايفينه مع بعض. طبعا يا ريت كل اصدقائي يتابعوا الصفحه بتاعت وزاره العمل، عشان لو في حاجه نازله تشوفها على طول. طيب، تفاصيل الاعلان بتقول ايه؟ من خلال برضو من على صفحه وزاره العمل المصريه، عشان ما فيش حد يقول ان الاعلان ده مش صحيح. هو موجود على صفحه الوزاره لسه النهارده. طيب، بيقول: وزارة العمل فرص عمل في 4 فروع لمؤسسة التضامن الأصغر لفتيات أسيوط. أعلنت وزارة العمل اليوم من خلال الإدارة العامة للتشغيل عن تنظيم 4 أيام مفتوحة للتوظيف بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة أسيوط على وظيفة أخصائي تمويل للعمل بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفروع أسيوط وأبنوب والجوسية وديروت بمحافظة أسيوط، للفتيات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة من المقيمين بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحين للعمل بها، من سن 18 إلى 35 سنة، برواتب تبدأ من 4565 جنيه، بالإضافة إلى حوافز ومتغيرات وتأمين صحي عام وخاص وتأمينات اجتماعية وفرص للترقي ووثيقة تأمين على الحياة. يأتي ذلك في إطار دور الإدارة العامة في توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب للحد من معدلات البطالة، بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات. وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أن تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة إيجاد فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في المحافظات، تساهم في الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وأكدت على أن الإدارة قامت بالتنسيق مع مؤسسة الضامن للتمويل الأصغر لتوفير فرص العمل للإناث داخل المؤسسة وفروعها بأسيوط، وعنوانها 8 شارع الخلفاء خلف حلواني الخزان ومحكمة الاستئناف، وذلك يوم الاثنين 13/5/2024 الساعة 11 صباحا. وفرع أبنوب شارع بورسعيد الشارع الجديد بجوار بنزينة التعاون أمام ماركت كازيون يوم الثلاثاء 14/5/2024 الساعة 11 صباحا. وفرع الجوسية وعنوانه شارع الراي أمام بنك الإسكندرية أعلى سيراميك كليوباترا، وذلك يوم الأربعاء 15/5/2024 الساعة 11 صباحا. وفرع ديروت وعنوانه شارع البحر الأعظم مجمع أجيال أمام مجلس مدينة ديروت أعلى البنك الأهلي يوم الخميس 15/5/2024. وأضافت المدير العام أنه يمكن للراغبات في الحصول على تلك الفرص التسجيل على الرابط اللي موجود قدام حضرتك في الإعلان، وموضحة أن مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا حتى 4 عصرا، والأجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بشرط القدرة على العمل الميداني أو الدور. ويمكن الاستفسار والتقديم من خلال التواصل على أرقام 010-249-56781 و012-80-43-44-14،
والمسؤول أستاذ عز الدين فاروق. كما يمكن التقديم من خلال فروع المؤسسة بالمحافظات كما هو موضح بالإعلان المرفق. أنا طبعا بعتذر على الإطالة، ولكن كان لازم أجيب لك تفاصيل كاملة من خلال صفحة وزارة العمل المصرية اللي بنصحك إن أنت تتابعها باستمرار. ويا ريت تقول تبلغ كل أصدقائك اللي بيدوروا على فرص عمل يتابعوا صفحات الحكومة المصرية عشان تقدر تلاقي فرص عمل كويسة ليك ولكل زمايلك. في النهاية بتمنى ان انت تشاركني الفيديو، تعمل مشاركة ولايك وشير ولايك للفيديو عشان نقدر نستمر معاك. ويا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس الاولاني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.